السلام عليكم. هنعمل النهاردة القرنبيط يا جماعة المقرمش بخلطة جميلة جدا جدا. مقرمش كده جميل، مش شارب زيت، حاجة كده بص تحس انت بتاكلي كنتاكي كده، مش قرنبيط. بس يلا كده، لو انت اول مرة تشوفيني ما تنسينيش بلايك حلو كده وسبسكرايب وكومنت منك كده تشجيعا ليا، ربنا يكبر بخاطركم جميعا يا رب. معانا كده القرنبيطة التحفة دي الجميلة دي كده، هنقطعها زي ما انتم شايفين. هنقطع كده الحاجات اللي هي العروق والحاجات اللي فيها دي. طبعا هعمل نصها بس، فهقسمها كده من النص. لكن لو انت هتعمليها كلها هتشيلي اللي هي يعني الراس بتاعتها دي كده من النص زي الكرومبة كده. انا قسمت كده النص وشلت الجزء ده كده، وبنحاول بقى ان احنا نطلع. بصوا بقى الزهرات كده اصلا اسمها ايه في الدول العربية كده، في السعودية وكده اسمها الزهرة. مش عارفة بقى في كل الدول ولا ايه. فاحنا بنحاول كده نطلع كل زهرة كده لوحدها، ونقشر كده القشر اللي بيبقى على زي ما انتم شايفين كده. اقشر كده كل زهرة كده بقشر كده القشر اللي فيها كده زي ما انتم شايفين كده. طبعا بقى بتقطعي الحجم اللي تحبيه، يعني بصوا هي اصلا بتلاقي كل زهرة طالعة معاكي لوحدها. في ساعات الكرنب بيبقى يعني ايه، بيبقى لازق في بعضه كده، ماسك في بعضه، فانت بقى بتقطعيه الحجم اللي يعني اللي تحبيه برضه. تمام. طبعا في الوقت ده بقى انا حاطه ميه كده على النار. المية يا جماعة فيها ملح بس، زي ما انتم شايفين كده ملح بس. مش حاطة كمون عشان انا حابة بس لان الكمون بتحس ان هو بيصفر القرنبيط كده شوية. لكن انا حباه كده يحتفظ بلونه الابيض كده القمر ده كده، زي ما انتم شايفين. فحابة تحطي كمون عشان الغازات وكده زي الفل عادي يعني. طبعا هنعمل هنا بقى الخلطة. معايا هنا كوباية من الدقيق، عليها كده ربع كوباية من النشا، عليها زي ما انتم شايفين كده حوالي كده حزمة كده من نص حزمة كده او حزمة صغيرة يعني مش كبيرة من الشبت والبقدونس، الشبت والكزبرة عفوا. ومعايا هنا طماطمية كده بشراها او قطعها صغير خالص. ودي كده 5 فصوص من الثوم، وبطين او 3 زي ما ايه الموجود عندك. ودي معلقة كده صغيرة من البيكنج باودر. ودي معلقة كده من التوم باودر وبصل باودر. ومعايا بقى كمون وكزبرة، وطبعا وفلفل اسمر معلقة صغيرة برضو. زي ما انتم شايفين كده. وطبعا ايه حابة تحط بقى ايه الكركم حطي عشان اللون. عشان اللون طبعا الكركم بيدي للقرنبيط لون اصفر كده. وهنقلب بقى كده كل الخلطة دي كده مع بعض كده بالمية كده، نعجنها يعني نعجنها كده بالمية كده. بصوا لحد ما تدينا القوام اللي انتوا شايفينه ده، مش تقيل قوي ولا خفيف قوي، قوام كده جميل تحفة. ومعايا برضو يا جماعة خلطة. بصوا هو المقطع والله اتحذف معايا بقى بعد ما بنحط القرنبيط كده. هو انا حاطة هنا زيت على النار اهو، وبنزل بالخلطة كده يعني بنزل بالقرنبيط في الخلطة اللي انا عملتها معاكم زي ما انتم شايفين. الخلطة بقى التانية اللي هي دي اللي انا هنزل اللي انتوا شايفينها دي، المقطع اتحذف والله. هي برضو ايه حاطة كوباية كده من الدقيق، عليها برضو معلقتين كبار كده من النشا، ورشة ملح ورشة بتتبليها بس يعني رشة كمون ورشة ملح. وطبعا لو انت برضو حباه اللون اصفر ممكن تحطي نص معلقة بس من الكركم، نص معلقة صغيرة. دي بقى سر القرمشة يا جماعة، سر القرمشة الخلطة اللي انا بقول لكم عليها دي. زي ما انتم شايفين كده، شايفين الشكل طبعا روعة. مقرمش جدا جدا. مش شارب زيت حاجة كده. بصوا يعني هو اكيد هيشرب زيت بس مش قوي يعني، مش بالشكل اللي احنا متعودين عليه. حاجة كده قمر. جربوه والله هيعجبكم جدا جدا. لو انت وصلت معايا هنا كده ما تنسينيش كده بالله عليكي في لايك حلو كده من ايديكي، وسبسكرايب وكومنت منك كده تشجيعا ليا. ربنا يا رب يكبر خواطركم وخواطرنا، اللهم امين يا رب. زي ما انتم شايفين كده. بنرصه بقى كده في الاطباق طبعا اللي احنا هنقدم فيها. نحط كده على وشه كده ايه رشة كده كزبرة، كزبرة خضراء. وبألف هنا وشفا.
والله طعمه خطير، والخلطة دي جميلة جدا جدا، جربوها هتعجبكم ان شاء الله، مش هتندموا يعني، انا واثقة ان شاء الله. احبكم جدا في الله. مع السلامة.